ومثل ما اكدت لكم سابقا، باريس هو الاقرب التعاقد مع اتلتيكو مدريد، لان باريس مقدم 100 مليون وبرشلونه ما يقدر يقدم هذا المبلغ. زيد عليهم عاملين جدا مهمين، واحد من عندهم ان اتلتيكو مدريد ما يريد يبيع هذا اللاعب لنادي منافس له بالليغا، والعامل الثاني ان اتلتيكو مدريد يريد لاعبين من باريس سان جيرمان مو لاعب واحد من عندهم هو ليغ هانك ان، والثاني الاسطوره غونزالو راموس. ولكن اللي يتغير حاليا ان اتلتيكو مدريد حاليا يفكر بالتعاقد ويا اليخاندرو بالدي، وكذلك ايضا جاي يفكر بخيارات هجوميه اخرى مثل فولتيمادا ب 70 مليون يورو. وهذا الخبر جدا استفزني، لانه حسب هذا المصدر يقول لك اداره بايرن ميونخ مستحيل تدفع اكثر من 6 مليون يورو على موت انتوني جوردن. وهذا المصدر يقول لك بالرغم ان دينزن دوفرايس سعره 25 مليون يورو، الا انه البايرن لحد هسه بس مهتمين ما مقدم له اي عرض. وحسب صحيفه سكاي يقول لك البايرن حدد كنت لاعب هرثا برلين حتى يعزز مركز الوسط. وحسب صحيفه الموندو ديبورتيفو يقول لك برشلونه بعد ما فقد الامل بالفاريز، برشلونه مستعد يقدم عرض 70 مليون يورو الى تشيلسي حيث يتعاقد وياه الموسم المقبل. ولكن مباشره جماهير برشلونه تنشر هاي الاحصائيه اللي توضح بها تفوق فيران توريس على جواو بيدرو. زيد عليهم معلومه او تسريب يقول ان برشلونه مستعد يدفع 60 مليون يورو كحد اقصى عمود يتعاقد ويا هذا اللاعب. واذا وصلت لهنا ضيفني ما راح تخسر شيء، وقولي شنو توقعاتك لهاي الصفقات، تتم لو لا؟